السلام عليكم. اليوم موضوعنا على تربية الأولاد وبالأخص نظرة المجتمع للمرأة العربية. وانا شويه خاطرني التكنولوجيا ما عرفتش كيف نعاود نجبدوا بها نوريه لكم، معليش نحكي لكم عليه. على كل حال حبيت نعلق عليه. واحد السيد دار فيديو ويتكلم زعما شغل يتكلم زعما يخلع فينا، هاك فاهم، زعما يتكلم. وواحد السيد وجابوا له فيديو وتاع بنته تقرا في الصيام كيما خلقها ربي، ومعاشت في الغابه، وباباها راهو بلا طونسيون وراهو قدايا، ويا ناس شدوا بناتكم وربوا بناتكم وعملوا لبناتكم. عباك شو القاعده. نشوف انا ما فهمتش، انا ما فهمتش شو صورتها صاحبتها هذه ولا كي تصورها السيد هذا. اصلا هذه مينور، سبحان الله العظيم، تقرا في السيام مش عارف عمرها 13 14 15، هذه اصلا مينور هذه. يعني اصلا هذه الصوره يتعاقب عليه، هذا القانون يعاقبوا القانون هذا. انا نمو هاد الناس هذوما يتعاقبوا. تا وحده مينور تديها للغابه ولا كما يحكي هذاك السيد هذاك. مي انا المشكله اللي حيرتني، علاه نربوا غير بناتنا، علاه ما نربوش ولادنا؟ ما فهمتش علاه ديما نلوموا غير البنات، راك فاهم؟ يعني ما نلوموش الفعل تاع الاخر. يعني اذا هذه، يعني احنا ما نلوموش هذا السيد اللي صورها وداها للغابه وكما راه يحكي هو ودار لها وعمل لها ولا جو سي با انايا، ما نلوموش هو، نلوموا غير هي. ما فهمتش انايا، سبحان الله العظيم، ما فهمتش انايا. معظم الناس هذو اللي يحكوا ما عندهمش دراري، ما عندوش بنات، كان عنده بنته يحس ما لا غالب، لا غالب، سبحان الله العظيم. يعني الاسلام كرم المراه، بصح المسلم حقر المراه، راك فاهم؟ ما كانش لا يربي في وليده. علاه انت ما تلومش هذا الرخيص هذا اللي دا طفل هذه وصور؟ علاه ما تلوموش؟ علاه ما تقولوش شدوا ولادكم هذو ما رخاص اللي راهم يخسروا في بنات الناس؟ هادو البنات هادو اللي تلقى جدو كبير وبغل وقد الدنيا يكلخ لوحده في عمرها 14 سنه و15 سنه. علاه ما تهضروش عليه الراجل هذا؟ مانيش فاهم انا. علاه ما تقولوش يا ودي ربي انا يعني باش نكون معاكم صريح، انا الطفل انا كنت عندي حوايج انايا ما ديرونجينيش انايا، بصح هذاك اللي يرفد الموس ويجليسي ديرونجيني. انا ربي لي وليدك لا يرفد الموس ويجليسي في الاوتوروت، لا يجليسي في المطوات، اللي راهو يضرب بالموس، اللي راهو يقتل في ولاد الناس. هذا علاه ما تربوش ولادكم؟ ما تهضروش عليهم هذو، انا ما تهضروش عليهم، سبحان الله العظيم. يعني دوك انسان يكون عادل. اوكي نربوا بناتنا، اوكي ما اناش كونتر، بيان سور نربي بنتي وتربي بنتك وكذا، ولازم عليا ولازم عليك، بصح لازم نربي وليدي ثاني. نربي وليدي باش ما يدناش بنت الناس، نربي وليدي باش ما يخسرش بنت الناس، نربي وليدي باش ما يحصورش بنت الناس. ما فهمتش انا. ربي بنتك، دير بنتك، امر بنتك، لبس بنتك، غطي بنتك، دير بنتك، دير بنتك. راجل ما نهضروش عليه حنايا كاع، راك فاهم؟ مع الفعل يديروه زوج يا اخي، الفعل هذا راهم يديروه زوج. حنا كيما نهضروا على الطفل لازم نهضروا على الطفل ثاني، لازم كاع نربوا ولادنا باللي انه لازم وليدي ما تدناش بنت الناس، ما تتعداش عليها، ما تعملهاش، ما ديرلهاش. حنا وكان جينا حنا نربوا، حنا معظم البنات هادو اللي راهم طايشات برا وراهم شكون سببهم؟ سببهم كاع رجال جروا عليهم، عطا لها الكاشي واللي خسرها وحشاله، وكان نتزوج بك وما عداهاش، واللي دالها واللي هربها من الدار واللي دالها. شكون؟ علاه ما نهضروش على هادو نقولوا راكم تخسروا في بنات الناس؟ علاه ما نهضروش عليهم؟ هذه المراه اختي وبنتي ويما ومرتي هذه لازم باش نقدروا نحافظوا على المراه هذه لازم حنا نكونوا رجال. اذا حنا باش المراه هذه تولي مراه وتحكم بلاصتها وتولي تمشي كالرقاص لازم حنا نولوا رجال، ماشي نلوموها هي. حنا رجال لازم حنا ما نلوموش. انا نخسر بنت الناس ونخسرها ونقولها نتزوج بيك وما نديهاش ونخليها ندخلها المليون ونوكلها الكاشي ونديرها للكباري ونديها للاخر. انا ما تلومونيش، انا نلوموها هي. راك شايف؟ هي ما رباهاش باباها، وهي ما رباتهاش يما، وهي ماهيش مربيه، ولا الفعل اللي درتو شكون يحاسبني عليه؟ انا مانيش راجل. اذا ندير انا هذا الشيء هذا مانيش راجل. انا نحكي على نفسي، لو كان ندير هذا الشيء هذا انا مانيش راجل. غدوه يديروها لي في بنتي، غدوه يديروها لي في اختي. ما لازم نتعلموا نكونوا رجال. هذا الفعل اللي كنت تحكوا عليه هذا ما لازم نربوا ولادنا ثاني باش ما يدناش البنات الصغار، باش ما يخسروهمش، يديرها كي اختو. يا اخي تقول احنا مسلمين ومسلمون اخوه وكذا منايا، يديرها كي اختو، ما تدناش ليها. لازم نربوا ولادنا باش ما يدناوش لبنات الناس. والطفله لازم نربوها، اوكي ما لازم دراري نربوهم، ما نقعدوش نمدوا لهم غير عنسه ونخلوا الرجال يديروا رايهم. السلام عليكم.